مرحبا بكم في برنامجكم المفضل كوفي توك والسمسين. وحشتوني قوي، بقالي 48 يوم ما نزلتش فيديو على القناه دي. بس الفتره اللي فاتت دي كلها انا كنت مضغوطه جدا، كان عندي اكتئاب، كان نومي متلخبط، فبجد كانت حياتي كده متوتره ومتلخبطه فيها شويه حاجات. بس كنت منتظمه على قناتي التانية بتاعه الفلوجات والروتينات، فلو انتم مش مشتركين روحوا اشتركوا هناك، وكمان ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام. فيديو النهارده هدخل في الموضوع على طول، وهيكون فيديو صغنن قد كده، بس بجد انتوا وحشتوني وحاسه ان انا كده عندي طاقه رغي، عايزه اطلع اتكلم مع حد. فالفيديو ده ما فيهوش مايك، ما فيهوش اضاءه، انا معتمده على اضاءه النجفه في الفيديو ده يا جماعه. انا هقول لكم على حاجات، والله 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 الحاجات دي انتوا لو التزمتوا بيها حياتكم هتتغير 180 درجه بجد. واخر حاجه هي اهم حاجه، عشان كده انصحكم ان انتوا تشوفوا الفيديو اللي هي عادات لو بطلتوا تعملوها او لو استبدلتوها بحاجات تانية، صدقوني هيفرق قوي في حياتكم، هيفرق في يومكم، هتحسوا ان انتوا كده عندكم نشاط، بتنجزوا حاجات كتير، هتحسوا ان انتوا مش مكسلين. حاجات كتير قوي قوي بجد هتتغير في حياتكم لو التزمتوا بالعادات دي او لو بطلتوا الحاجات دي. كلنا اول ما بنصحى من النوم اول حاجه بنعملها اول ما بنفتح عينينا بنمسك الموبايل، لدرجه ان انا من الناس اللي لو قلقت مثلا في نص النوم اشرب، ادخل الحمام كده، اقوم اصلي مثلا، امسك الموبايل وانا مش شايفه اصلا وعيني مقفوله، امسك الموبايل وافتح كل الابلكيشنز. وبجد دي اكتر حاجه واخطر حاجه الواحد ممكن يعملها الصبح، لان انتوا الفيسبوك اصلا بقى مليان حوادث وسرقه وقتل وخطف وحاجات اصلا بتخلي مخكم يتعب، بتخلي نفسيتكم تتعب، بتخلي يومكم يتقفل. يعني انا مثلا لما اصحى من النوم وامسك الموبايل افتح الفيسبوك والاقي فيه مش عارفه حادثه ايه ومين قتل مين، انا بجد بزعل، انا بتاثر جدا جدا بالحاجات دي. فبحس ان انا اتقفلت، بحس ان انا طاقتي قلت، بحس ان انا لا مش قادره اقوم من على السرير، لا ما كنت مثلا كاتبه حاجات هعملها من بالليل، احس ان انا لا خلاص مش قادره اقوم انجز الحاجات اللي ورايا، لان انا خلاص يعني خدت طاقه سلبيه كده على الصبح، خدت كسل كده على الصبح. فبجد دي اكتر حاجه ممكن تضيع اليوم بتاعكم، ان انتوا تصحوا تمسكوا الموبايل. انا مش هكدب عليكم اقول لكم انا مش بعمل كده، بس بحاول فعلا على قد ما اقدر ان انا اول ما اصحى ما امسكش الموبايل. بعمل ايه بقى؟ بصحى مثلا لو هتوضى واصلي بقوم اعمل كده، هغسل وشي هغسل سناني قبل مثلا ما اصحي بنتي، وبعد كده بدخل مثلا اعمل فطار، ارد على الكومنت بتاع الكومنت بتاعتكم اللي انتوا كاتبينها لي، بس ما بمسكش الموبايل واقعد بقى اسكرول واتسحل بقى نص ساعه وساعه، وابص الاقي نفسي ان الظهر اذن او العصر اذن وانا لسه ما عملتش اي حاجه، وكل ده ماسكه الموبايل بس عماله اسكرول كده على الموبايل. فبجد النقطه دي لو بطلتوا ان انتوا تعملوها، هو طبعا الموضوع هيكون صعب في الاول، بس واحده واحده لما تقللوا هتلاقوا نفسكم ان انتوا يومكم بقى يعني في انجاز كده، حاجات كتير اكتر، هتلاقوا يومكم بقى احسن. فوالله يا جماعه الموضوع ده يبان تافه قوي، بس فعلا الموضوع ده هيفرق معاكم قوي. جربوا ان انتوا تصحوا تدخلوا الحمام، تتودوا وتصلوا، تغسلوا وشكم، تقولوا الاذكار، اي حاجه من الحاجات دي، وبعد كده بقى وانتوا بتفطروا ممكن تمسكوا الموبايل تشوفوا بقى الدنيا الموبايل بيقول ايه، لان اصلا يا جماعه انتوا يعني ما فيش حاجه هتفوتنا، والله ده اللي انا بقوله لنفسي قبل ما بقول لكم الكلام ده، ما فيش حاجه هتفوتنا. اللي حصل هنعرفه اول ما نصحى في نص اليوم، في اخر اليوم اللي حصل هنعرفه، مفيش حاجه هتفوتنا، مفيش اصلا حاجه مهمه يعني ان احنا نقعد نستناها او ندور وراها. الموضوع ده صغير قوي بس صدقوني بيأثر قوي على نفسيتكم. يعني انا اوقات كتير بقول لا انا هفتح بس هرد على مش عارفه مين، او هشوف حاجه دقيقه ومش هخلي وقتي يسرقني، لا ما بقدرش، الدقيقه بتجيب نص ساعه وساعه، وممكن افضل فعلا ساعتين قاعده على السرير ماسكه الموبايل وبنتي نايمه وانا طبعا صاحيه قبلها بساعتين، فده هيخليها تسهر. فبحاول ان انا اما اصحى يا دوبك مثلا اتوضى واصلي، اعمل سكين كير سريع واصحيها عشان ننام بدري بالليل. ممكن مثلا تفتحي انت مثلا تبقي صاحيه مثلا وراكي مشوار، وراكي دراسه، وراكي هتنضفي تنظيف عميق النهارده، ممكن تفتحي مثلا تلاقي واحده مثلا زيك متجوزه مخلفه مسافره، مش عارفه عامله عيد ميلادها، مش عارفه راحت فين جت منين، فانت تقولي شوفي الناس دي مش عارفه عامله ايه ودي مسويه ايه، وانا هقوم انضف وهقوم اعمل، فبتحسي ان انت اتقفلتي، بتحسي ان انت في ثانيه قارنتي نفسك بحياه حد تاني. تاني حاجه بقى، ودي برضو حاجه مهمه جدا، وانا من زمان وانا بكلمكم على الموضوع ده، وهي ان احنا نكتب احنا عايزين نعمل ايه النهارده. والله يا جماعه لو عملتوا الموضوع ده هيفرق معاكم 180 درجه. انت بتصحي يا اما تعملي كده من بالليل، يا اما تعملي كده اول ما تصحي. بتصحي
انا عايزه اعمل 1 2 3. لما تقعدي تجيبي ورقه وقلم او في نوت الموبايل لو انت مش بتحبي الورقه والقلم، بس انا عن نفسي بحب قوي ان انا اجيب ورقه وقلم واكتب اللي انا اعمله. انا النهارده مثلا هروق المطبخ، بصوا بكتب ادق التفاصيل. هروق المطبخ، مش عارفه هعمل لبنتي ايه، هعمل غدا ايه، مش عارفه، ادق التفاصيل بكتبها، وكل حاجه بخلصها اروح اعمل عليها صح. بحس ان انا انجزت. لما بشخبط على حاجه كده بحس ان انا فعلا عملت حاجه. فالموضوع ده هيفرق معاكم قوي قوي لو انتوا كتبتوا كل حاجه عايزين تعملوها في اليوم، وتيجوا اخر اليوم كده تبصوا ايه اللي انجزتوه. لو مثلا حاجه مش لازم تخلصوا كل اللي اتكتب، بس لما تخلصوا مثلا لو انتوا كاتبين 10 حاجات، لو عملتوا منهم 5 6 4 حاجات، صدقوني تحسوا ان انتوا خلصتوا حاجات. هتحسوا ان انتوا اصلا مبسوطين كده. والحاجات اللي ما عملتوهاش تكتبوها تاني يوم. الموضوع ده والله يا جماعه يفرق معاكم قوي. انا عملت الموضوع ده مؤخرا من اول ما بدات هنا كونتنت على اليوتيوب، وانا بدات ان انا اكتب الكونتنت بتاعي، الحاجات اللي اعملها في البيت، حاجات مثلا البيت ناقصه كذا كذا. انا من النوع اللي بنسى جامد جدا. فلو مثلا البيت ناقصه حاجه اكتب مثلا عاوزه صابون، عايزه فراخ، عايزه ايه كده. وساعات كتير بعمل ورقه كده بحطها على التلاجة، وتكون الورقه دي خاصه بمشتريات البيت بس، بحيث ان انا مثلا لما اجي نازله ابص ايه اللي انا محتاجاه، اللي انا كاتباه على الورقه دي ومحتاجاه، واجيبه وانا طالعه، بدل ما اقعد بقى افتكر. وممكن انزل واجيب حاجات واطلع افتكر ان لا كانت في حاجه ونسيتها. فبرضو الحته دي حلوه قوي لما تكتبوا كده ورقه على التلاجة اي حاجه تنقص تكتبوها، بحيث ان انتوا لما تيجوا نازلين تبصوا في الورقه دي او تصوروها بالموبايل وتعرفوا ايه الحاجات اللي انتوا محتاجين تجيبوها. لان الموقف ده لسه متكرر معايا امبارح. نزلت جبت حاجات، وتخيلوا نسيت اجيب ايه بقى، نسيت اجيب لدليده زبادي وبسكوت. تخيلوا، اللي هي اصلا اهم حاجه بتاكلها قبل النوم. فوارد قوي ان اي حد ينسى. وده برضو بسبب ان انا ما كنتش كاتبه الحاجات دي في الورقه وحطها على التلاجة. تالت حاجه، ودي حاجه مهمه قوي قوي، وهي الامتنان او الحمد والشكر على كل نعمه في حياتنا. يعني في حاجه كده انا مش عايزه اقولها، انا مش عارفاها قوي، اللي هو يعني ربنا بيقول ان لما تشكروني هزيدكم. فاحنا محتاجين ان احنا نشكر ربنا على كل حاجه عندنا، ونمتن كده ان احنا الحمد لله احنا صحينا، ان احنا كويسين، الحمد لله بنتي كويسه. يعني انا مثلا لما بفتح السوشيال ميديا واشوف مثلا طفل تعبان عنده كذا، اقعد اقول يا رب اللهم لك الحمد ان انا بنتي بخير الحمد لله. ان مثلا واحده مش عارفه حصل لها ايه، جوزها مثلا، اشوف مثلا مشكله في الجروب ده انا جوزي عمل فيها وسوى فيها، فاقول الحمد لله يا رب انا مثلا زوجي كويس. اكيد ما فيش حد كامل، بس الواحد يحمد ربنا ويشكر ربنا على كل حاجه عنده. يعني على ابسط الحاجات يا جماعه، ان احنا عندنا بيت، عندنا اكل، عندنا شاشه، عندنا وقت كده بنقعد فيه نشرب حاجه، ناكل حاجه، قاعده براحتك في بيتك. لان مؤخرا طبعا السوشيال ميديا بقت مصعبه علينا قوي 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 المواضيع، من كتر طبعا انتوا عارفين دلوقتي ما شاء الله كل الناس مسافره. فيا جماعه عايزه اقول لكم ان معظم السفريات دي والله بتبقى شغل، بيكونوا رايحين يحضروا ايفنت، بيكونوا رايحين مثلا يصوروا كوليكشن، بيكونوا رايحين يعملوا اعلان لفندق. فلو هتلاحظوا هتلاقوا ان يعني لو انتوا بتركزوا هتشوفوا مثلا ان هم في وسط الفلوج اللي هم بيصوروه بيتكلموا عن المكان، عن مطعم معين. فده بيكون اعلان، بس هو مش لازم يطلعوا تقولك ان ده اعلان، بس هو بيكون اعلان. مش كله بس معظم الحاجات دي كلها بتكون اعلانات. فاحنا مش عايزين خالص نقارن نفسنا بالناس دي، ان هم بيطلعوا في اماكن كويسه، في شاليهات والساحل ومش الساحل والحاجات اللي احنا بنسمع عنها اليومين دول. يعني العين السخنه ما اثرتش معانا في حاجه. رابع حاجه يا جماعه، واعتقد دي هتكون اخر حاجه، وهي علاقتنا بربنا. علاقتنا بربنا وقيام الليل. لو انت عندك اي حاجه نفسك فيها، بتحلمي باي حاجه، صلي قيام الليل وادعي ربنا، وصلي على النبي بالصيغه الابراهيميه اللي هي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حاولوا ان انتوا تستغفروا باعداد كبيره، تصلوا على النبي باعداد كبيره، وتطلبوا كده من ربنا يا جماعه كل اللي انتوا نفسكم فيه. لو نفسك في فيلا مش عارف فين، لو نفسك في عربيه ايه. يعني في ناس بتتكسف ان هي تطلب، اللي هو لا انا هقول يعني ازاي مثلا انا مثلا حالتي على قدي وانا نفسي مثلا في بيت بجنينه ومش عارفه. لا ازاي، هو اصلا مستحيل، هو اصلا علميا مستحيل ان انا اقدر ان انا اعمل ده، لان انا دخلي على قدي واللي رايح واللي جاي على قد اللي رايح. فاستحاله، مفيش مستحيل مع ربنا. انت ممكن في اي لحظه تكسبي بيت، تكسبي عربيه، ممكن تحصل لك معجزه. فخلوا عندكم يقين بربنا ان هو قادر يحقق لكم كل حاجه انتوا نفسكم فيها. ادعوا بيقين، اطلبوا من ربنا
المستحيل، لان ربنا ما عندوش مستحيل. اطلبوا كل اللي انتوا نفسكم فيه، سواء بقى مرتبكم مكفي مش مكفي، اطلبوا من ربنا واسعوا ان انتوا توصلوا للحاجه اللي انتوا نفسكم فيها. خامس حاجه واخر حاجه، مش عاوزاكم تقعدوا تلوموا نفسكم على اي حاجه عدت، او اي حاجه مثلا شغل انت مثلا ما جالكيش، ما تندميش مثلا ان انت سبتي شغل، ما تندميش مثلا ان انت سبتي عريس معين، ما تندميش على اي حاجه انت عملتيها، لان اصلا لو هي كانت خير ربنا ما كانش هيعمل عدم توافق فيها، سواء بقى شغل، عريس، ايا كان ايه هي الحاجه دي. ما تندميش، خليكي متاكده ان ده كان خير ربنا، ما كان خير ان ربنا بعده عنك، ده خير ليكي. ما تقعديش تقولي اصلا انا لو كنت كملت في الشغل ده كان زماني مش عارفه بقيت فين، اصلا انا لو كنت ايه كنت زماني بقيت ايه. خلاص اللي عدى عدى، اللي عدى خلاص مات، انسي، ابدأي من جديد. دي خطوه جديده في حياتك ايا كانت ايه هي. اصلا انا لو كنت لو كنت دخلت الكليه دي كانت حياتي هتبقى احسن. اصلا لا، هو ده في الاول وفي الاخر ربنا هو اللي عالم الغيب، وربنا عارف ايه الحلو لينا، وربنا عارف احنا هننجح في ايه. كان ممكن قوي تدخلي مثلا الكليه دي وتفشلي فيها، كان ممكن تتجوزي الجوازه دي وتفضلي تعاني منها طول عمرك، او تطلقي وتبقي متطلقه ومش عارف ايه. فكل ده بيكون خير لربنا، فمش عايزين نرجع نندب ونندم على اللي فات. لا خلاص اللي فات مات، ونكمل بقى ونشوف اللي جاي ان شاء الله يكون احسن. وبس كده يا جماعه، حبيت ان انا اعمل لكم فيديو خفيف لطيف كده كعوده بعد الغياب ده كله، وان شاء الله باذن الله ننتظم كل جمعه الساعه 8 بامر الله. حبيت اشارككم حاجات بسيطه انا بحاول ان انا انتظم عليها، لان هي فعلا بتفرق جدا جدا في حياتنا. وبس كده يا حلوين، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.